عمرك دخلت مزاد علني قبل كده؟ بالنسبة لي الموضوع بدأ عادي جدا. أنا شاب مصري بسيط عندي 28 سنة. شغلي وروتيني اليومي ما فيهمش أي حاجة مميزة. في يوم سمعت عن مزاد الأنتيكات والحاجات القديمة وقررت أجرب لأول مرة. قلت لنفسي ليه لأ؟ يمكن ألاقي حاجة مميزة أو صفقة رخيصة. دخلت قاعة المزاد وكان الجو مليان حركة وصوت الناس اللي بتزيد على التحف. قلبي كان بيدق من الحماس وأنا بتفرج على الحاجات الغريبة حواليا. وفجأة عيني وقعت على ساعة جيب قديمة شكلها شدني من وسط كل المعروضات. ساعة ذهبية قديمة من النوع اللي بيتفتح وجواها عقارب بتلمع تحت إضاءة القاعة الخفيفة. باين عليها إنها أنتيكة قديمة، بس كان فيها حاجة غريبة مش قادر أحددها. يمكن النقوش اللي على الغطاء الخلفي أو لمعة الإزاز المعتق. بس لحظة واحدة، أنا لاحظت إن معظم اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة. فياريت ننزل دلوقتي نشترك في القناة ونفعل زر الجرس، ويا ريت تديني لايك كده على الماشي. ويلا نكمل القصة. المزاد بدأ وكل واحد بيرفع إيده ويساوم. ولما جه دور الساعة القديمة ما كانش في ناس كتير مهتمة بيها. الراجل المسؤول عن المزاد قال إنها ساعة أثرية من زمن مش معروف. أول ما فتحها وعرضها للناس حسيت بنسمة هوا باردة عدت عليا، مع إني واقف جوه وسط الناس والزحمة والحر. اتوترت اللحظة، بس قلت يمكن من التكييف. رفعت إيدي وبدأت أزايد على الساعة. كان في راجل تاني بيشارك في المزايدة، راجل عجوز كان قاعد في آخر الصفوف. كان باين عليه إنه متردد، كل ما يزايد يبص لي بنظرة غريبة كأن في تحذير مش فاهم معناه. يمكن كان عايزني أبطل أزايد، مش عارف بصراحة. في الآخر الراجل العجوز انسحب فجأة وساب المزاد. رسيت عليا الساعة بسعر رخيص بشكل مفاجئ. فرحت وقتها وحسيت إني عملت صفقة العمر. خدت الساعة من موظف المزاد، ولما جيت أبص حواليا أدور على الراجل العجوز اكتشفت إنه اختفى تماما. مسكت الساعة في إيدي، حاسس إنها تقيلة ومعدنها بارد على إيدي بشكل غريب. عقاربها كانت شغالة وتتحرك عادي، والوقت مظبوط فيها تقريبا على الوقت الحالي. قلت في بالي تمام، الساعة شغالة يعني مش مجرد تحفة للزينة. خرجت من قاعة المزاد وسط الناس وأنا فرحان بالمكسب الصغير ده. ما كنتش أعرف إن اللحظة دي كانت بداية لحاجة عمري ما كنت هتخيل حتى إنها تيجي في أسوأ كوابيسي. رجعت البيت متأخر شوية في نفس الليلة ولسه فرحان بالساعة القديمة اللي كسبتها. بواب العمارة كان قاعد قدام المدخل على كرسي الخشب زي العادة. حييته بسرعة وأنا معدي. مساء الخير يا عم حسن. رد عليا بابتسامة. مبروك يا ابني على اللي اشتريته. واضح إنه شاف علبة المزاد في إيدي. شكرته وطلعت الشقة. قضيت باقي الليلة بتفرج على الساعة وبلعب فيها شوية. فتحت الغطا بتاعها وتأملت العقارب وهي بتتحرك بثبات. كنت حاسس بمتعة غريبة، وصوت التكتكة بتاعها هادي ومريح، مع إني عادة ما بحبش أمسك ساعات. قلت أجرب أحطها في جيبي يمكن تبقى فال حلو عليا. حوالي نص الليل كنت مفروض على السرير وحطيت الساعة على الكومودينو. كنت على وشك إني أنام، بس فجأة حسيت بحاجة غريبة. صوت تكتكة الساعة على الكومودينو بدأ يعلى. الصوت الهادي بقى أعلى وواضح في سكون الليل. فتحت عيني وبصيت عليها، لقيت العقرب الكبير بيتحرك أسرع من الطبيعي بثواني، كأنه بيجري عشان يسبق الوقت. وفي نفس اللحظة تقريبا سمعت صوت دوشة وصراخ تحت في الشارع. قمت مفزوع وبصيت من البلكونة. شفت تجمع عند باب العمارة وصوت حد بينده. نزلت أجري أشوف في إيه. لقيت عم حسن البواب واقع على الأرض والناس حواليه، واحد بيحاول يفوقه والتاني بيكلم الإسعاف في التليفون. وشه كان شاحب جدا وما كانش بيتحرك. حاولت أساعد بأي طريقة، لكن لما قربت وبصيت على جسمه المفروض ورجليه اللي لسه متشنجة قلبي وقع. عم حسن مات. الإسعاف وصلت بعد شوية وأكدوا إنه جاله أزمة قلبية ومات في الحال. طلعت شقتي مصدوم وحزين. الراجل الطيب اللي من ساعات قليلة كان بيضحك معايا فجأة خلصت حياته. فضلت طول الليل مش عارف أنام، وكل شوية أبص على الساعة اللي على الكومودينو. بس لاحظت حاجة مريبة. الساعة كانت متقدمة بدقيقة كاملة عن توقيت الموبايل والساعة اللي على الحيطة، مع إنها كانت مظبوطة تماما وقت ما خرجت من المزاد. استغربت جدا وقعدت أهز فيها وأقلب فيها بإيدي، يمكن تكون محتاجة تتظبط. قلت يمكن وأنا بقلبها لعبت في التروس بالغلط. ظبطتها على الوقت الصح تاني، بس جوه قلبي كان في قلق غريب مش لاقيله تفسير. تاني يوم الصبح نزلت على شغلي وعينيا حمرا من قلة النوم. حاولت أقنع نفسي إن اللي حصل لعم حسن كان قضاء وقدر، وإن ملوش أي علاقة بالساعة، وإن صوت التكتكة العالي اللي سمعته يمكن كنت متخيله لأني كنت نعسان. حاولت أركز في الشغل، بس عقلي فضل مشغول طول اليوم وحسيت إني مرهق ومش على بعضي، يمكن من صدمتي من اللي حصل امبارح. ومع الليل رجعت البيت وقعدت على الكنبة في الصالة والساعة في إيدي. كل شوية أبص عليها وأنا سرحان وخايف يتكرر اللي حصل امبارح. اليوم عدى بسلام وما حصلش أي حاجة غريبة طول النهار. وقلت يمكن خلاص كابوس ومشي، بس للأسف الهدوء ده ما استمرش. قرب نص الليل تاني وانا صاحي ومش عارف انام وبراقب العقارب اللي بتتحرك، حسيت ان التاريخ بيكرر نفسه. الساعة فجأة بدأت تزن بصوت خفيف واتحركت العقارب بسرعة لحظات.
قلبي وقع من الخوف، وفي نفس اللحظة سمعت صوت فرامل العربية وزعيق عالي جاي من الشارع بره. قلبي كان هيقف ونزلت أجري من تاني. عند ناصية الشارع كان في عربية مخبوطة في عمود نور، والدخان طالع من الموتور بتاع العربية. الناس كانت متجمعة حواليها. قربت وسط الزحمة وشفت منظر مرعب. زميلي في الشغل أحمد كان جوه العربية وغرقان في دمه. أحمد شاب في سني تقريبا وعارفين بعض من الشغل. خرج معايا من الشركة النهاردة بعد ما خلصنا، ووقفنا دقيقتين قدام الباب نتكلم شوية عن عربيته الجديدة، وباركت له عليها ومشيت. ودلوقتي شايفه قدامي جثة. الإسعاف وصلت بس كان فات الأوان. قالوا إنه احتمال كان سايق بسرعة أو نام وهو سايق، خبط في عمود النور ومات في ساعتها. رجعت البيت وروحي مش في جسمي. وقفت قدام الساعة اللي كانت على الترابيزة في الصالة وحسيت بالخوف لأول مرة منها. الساعة دلوقتي متقدمة لدقيقتين عن الوقت الحالي. اتسمرت مكاني وأنا ببص عليها. إزاي؟ أنا لسه ظابطها امبارح بعد موت عم حسن، ودلوقتي بقيت متقدمة دقيقتين وكمان حصل موت تاني. دماغي فضلت تلف بأفكار سودة، وجه في بالي سؤال مرعب. يا ترى كل دقيقة زيادة في الساعة معناها روح بتروح؟ حاولت أشيل من دماغي الفكرة المجنونة دي. أكيد مفيش ساعة بتقتل حد كل ما عقاربها تقدم دقيقة. بس اللي شفته اليومين دول خلاني مش قادر أضحك ولا أطنش. مفيش نوم، مفيش راحة. تالت يوم صحيت من كابوس صغير مفزع. ده لو كنت نمت أساسا. أول حاجة عملتها بصيت على الساعة. زي ما توقعت كانت متقدمة 3 دقايق عن التوقيت الحقيقي. يعني لو حساباتي صح في حد تالت مات في الليلة دي وأنا مش عارف عنه أي حاجة. جسمي أشعر من الفكرة. فتحت التلفزيون على قناة الأخبار المحلية وأنا قلبي مقبوض. وبالفعل كان في خبر حريق في شقة مش بعيد عن منطقتنا، حصل في نص الليل تقريبا، ومات فيه شخص واحد. الخبر ده أكد مخاوفي. ما قدرتش استحمل لوحدي أكتر من كده. كلمت صاحبي محمود، وده أقرب صديق ليا من زمان. حكيت له بسرعة وباختصار إن في حاجات غريبة بتحصل حواليا وإني محتاج أشوفه ضروري. صوته كان قلقان وسألني: مالك يا صاحبي؟ صوتك مش طبيعي. قلت له: هحكي لك لما أشوفك، ممكن نتقابل حالا؟ وفعلا بعد نص ساعة كنا قاعدين سوا في قهوة صغيرة جنب شغلي. شكلي كان تعبان وخايف، ومحمود أول ما شافني اتخض. في إيه يا ابني؟ وشك أصفر ومش على بعضك. قعدت أوصف له كل حاجة من أول ما زاد لغاية النهاردة. الساعة الغريبة وصوت التكتكة العالي وموت عم حسن قدام عينيا وحادثة أحمد والساعة اللي بتتقدم كل يوم دقيقة. محمود سمعني وهو مذهول ويمكن خايف يصدق. قال لي: يعني إيه؟ فاكر إن الساعة دي مش طبيعية؟ بصيت له وأنا مش عارف أشرح أكتر، مش عارف أقول إيه. بس اللي حصل خليني مقتنع إن في حاجة غلط في الساعة دي. كل يوم بتقدم دقيقة وكل يوم في حد بيموت حواليا. اتنهد وقال: طب ما ممكن تكون مصادفة يا صاحبي. يمكن انت متأثر عشان شفت حادثتين ورا بعض. احنا بنشوف حوادث كتير كل يوم. هزت راسي بالرفض. يا محمود عمري ما شفت حد بيموت قدامي قبل كده. دول 2 في يومين وكل مرة الساعة يحصل فيها حاجة غريبة. حتى امبارح حصل حريق ومات واحد، وفي نفس الوقت الساعة كانت بتتحرك لوحدها. ومديت له ساعة عشان يشوفها بنفسه. محمود بص للساعة في ايدي بحذر وسألني: طيب ايه المطلوب دلوقتي؟ قلت له بقلق: لازم الاقي حل. الساعة دي فيها حاجة شيطانية او سحر اسود، وانا مش ناوي اقعد مستني مين يموت بكرة. صاحبي فكر شوية وقال: طيب نفكر بالعقل. الساعة دي اشتريتها منين؟ جاوبته: من المزاد. راح قال لي: مزاد ايه وفين؟ ممكن نرجع نسأل هناك عن اصل الساعة. بصيت له وانا متعلق بأي امل. فكرة كويسة فعلا، يمكن نلاقي حد يعرف جت منين. اتفقنا نروح تاني يوم الصبح لمكان المزاد ونسأل عن تاريخ الساعة أو صاحبها السابق. قبل ما نقوم محمود حط إيده على كتفي وقال لي بهدوء: بص، أنا لسه مش مقتنع إن في ساعة ممكن تعمل كده، بس أنا شايفك مرعوب. أنا معاك للآخر وهساعدك نلاقي حل، وما تقلقش. هزيت راسي وأنا ممتن إنه مصدقني أو على الأقل واقف جنبي. خلصنا القعدة ومحمود راح شغله وأنا رجعت بيتي. اليوم ده مر ببطء وأنا حابس نفسي جوه الشقة، مش عايز أشوف حد ولا أكلم حد. كنت حاسس إني خطر على أي حد أقابله. ومع الليل فضلت قاعد في الصالة حاضن الساعة بإيدي وعيني مش بتبعد عنها. قلبي كان بيترجف وأنا بعد الثواني لغاية نص الليل. كنت حاسس إني مستني قنبلة تنفجر. عقارب الساعة بتتحرك ببطء قاتل ناحية الساعة 12. كل ثانية عادت كانت دقات قلبي بتزيد. أول ما العقارب وصلت ل 12 بالظبط حصل اللي كنت خايف منه. الساعة اهتزت في إيدي كأنها بتتنفض، وسمعت صوت التكة العالية من تاني. أقرب الدقايق جري قدامي وبقيت 4 دقايق متقدمة عن الزمن الحقيقي. دموعي نزلت من غير ما أحس. قعدت أصرخ: كفاية! ورميت الساعة على الأرض بعصبية. وبعد دقايق بسيطة تليفوني رن فجأة وكسر الصمت. مسكت التليفون بإيدي اللي بتترعش. كان الرقم غريب. رديت وأنا مرعوب: ألو؟ جه صوت متوتر من الناحية التانية بيقول: للأسف في حريق حصل في مكتب شركتك دلوقتي. اتصدمت. حريق؟
كمل بصوت مكسور. ايوه، وكان في حارس الامن موجود. احنا اسفين اننا بنبلغك انه توفى في الحادث. قعدت مكانه وانا حاسس ان الدنيا بتلف بيا. حارس الامن اللي كان في الشركه كنت لسه بكلمه امبارح الصبح لما وصلت، دلوقتي مات والساعه كملت 4 دقايق. قعدت اعيط من القهر. دلوقتي اتاكدت 100% ان كل دقيقه في الساعه دي معناها حد بيموت. كان لازم نتحرك بسرعه قبل ما عدد الدقايق وعدد الضحايا يكبر اكتر. تاني يوم الصبح قابلت محمود قدام قاعه المزاد زي ما اتفقنا. نفس المكان اللي جبت منه الساعه المشؤومه دي بقى عامل زي الكابوس في نظري. دخلنا ودورنا على اي حد مسؤول. لقينا الراجل اللي كان ماسك المزاد واقف بيتكلم مع موظف على جنب. قربنا منه وقلنا له اننا عايزين نساله عن الساعه القديمه اللي كانت في المزاد من يومين. الراجل افتكرنا بسرعه. ايوه، الساعه الذهبيه القديمه. مالها؟ محمود طلع حجه وقال له اننا بنجمع معلومات عشان نقيم سعرها او اصلها، وحابين نعرف جايه منين. المسؤول بص لنا بحذر كده وقال: الساعه دي جاتنا من تاجر انتيكات قدمها لنا عشان نبيعها في المزاد. على حسب معرفتي هو نفسه واخدها من بيت عيله قديم كانوا بيصفوا ممتلكاتهم. سالته: طيب تعرف اسم العيله او التاجر؟ رد الراجل: التاجر اسمه شريف المنشاوي، لكن بصراحه انا سمعت اشاعه ان الساعه دي كانت مشؤومه. في ناس قالت ان كل اللي امتلكها قبل كده حصلت له مصيبه. انا ومحمود بصينا لبعض كأن كلام الراجل اكد مخاوفنا. سأله محمود بسرعه: مشؤومه؟ ازاي؟ الراجل هز كتافه: مش متأكد، بس التاجر حذرنا نصيحة كده وقال اللي هيشتريها لازم يبقى حريص. سألته: وحضرتك تعرف فين نلاقي التاجر ده؟ موضوع التحذير ده مهم. المسؤول قال: انا ما عنديش عنوانه دلوقتي، بس اقدر اسأل عليه واشوف حد يعرفه. في اللحظة دي الموظف اللي كان واقف معاه قطع كلامه وقال للراجل: هو حضرتك بتتكلم عن الاستاذ شريف المنشاوي؟ المسؤول قال له: ايوه. الموظف في وشه اتقلب: ده يا فندم سمعنا انه توفى اول امبارح. انا ومحمود بصينا لبعض بذهول. اول امبارح؟ يعني بعد المزاد بيوم واحد؟ الراجل العجوز اللي انسحب من المزايده يمكن هو ده التاجر نفسه، او على الاقل واضح ان ليه علاقه قريبه جدا من توقيت بيع الساعه. شكرناهم بسرعه وخرجنا واحنا تايهين بافكارنا. قلت لمحمود بصوت مهزوز: مش بس اللي اشتروها، ده حتى اللي كان عارف سرها او حتى حاول يحذرنا مات برضه. قررنا نروح على اي مكتبه قديمه فيها ارشيف جرايد قديمه عشان ندور على اي حاجه عن الساعه دي او عن حاجات شبه اللي بتحصل لنا. قعدنا ساعات نقلب في الجرايد وعلى الكمبيوتر بندور على اسم العيلة أو أي كلمات زي لعنة الساعة الأثرية أو حادث غريب. أخيرا محمود نده عليا وقال: بص يا صاحبي، شوف ده. طلعنا جورنال قديم من الستينات، كان فيه خبر بعنوان كبير: مسرح عائلة كاملة في ظروف غامضة. قريت التفاصيل بلهفة. الخبر عن رجل أعمال اسمه إسماعيل المنشاوي. خليك ملاحظ الاسم، ها؟ حصلت في بيته سلسلة وفيات غريبة لأفراد عيلته واحد ورا التاني خلال أسبوعين، وفي النهاية هو نفسه مات بسكتة قلبية فجأة. التحقيقات وقتها ما وصلتش لسبب واضح، واتقفل المحضر على انه قضاء وقدر. بس جملة في اخر الخبر شدت انتباهي، وافاد بعض معارف الاسرة ان المتوفي الاخير اسماعيل المنشاوي قد اقتنى ساعة جيب اثرية قبل اسبوعين، ويذكر انه صرح بهلوسات عن تلك الساعة قبل وفاته. قريت السطر ده بصوت عالي ومحمود اتفزع. المنشاوي؟ تفتكر ده قريب التاجر شريف المنشاوي؟ واضح ان في رابط عائلي، ولعنة الساعة دي ممكن مكملة من الزمن ده. ايدي كانت بتترعش وانا بقفل الجورنال القديم. صورة اسماعيل اللي في الجورنال كانت لراجل في الخمسينات شكله محترم، لكن اللي خلاني اتجمد هو اني لمحت في جيبه سلسلة ساعة جيب ذهبية طالعة بشكل واضح زي ساعتي تماما. طلعنا من المكتبة واحنا مصدومين. دلوقتي اتأكدنا بنسبة كبيرة ان الساعة فعلا ملعونة، وان لسه عليها اللعنة القديمة من زمن اسماعيل المنشاوي. رجعنا على بيتي بسرعة وقفلنا على نفسنا الباب. انا كنت مرعوب ومنهار، ومحمود ملامحه كانت مصدومة بس محافظ على هدوءه قدامي عشان ما انهارش. وقفنا نتكلم في الصالة، الساعة الملعونة محطوطة بينا على الترابيزة. محمود قال بحزم: واضح إن مفيش حل غير إننا نخلص من الساعة دي بأي طريقة. رديت عليه وقلت: عندك حق، دي أصبحت مسألة حياة أو موت حرفيا. فكرنا نعمل إيه؟ محمود قال: ما نجرب نكسرها ونخلص. وراح جاب مطرقة ورجع. حطينا الساعة على الأرض وأنا رجعت خطوة، ومحمود رفع المطرقة لفوق وقال لي: حاسس إن اللي بنعمله ده غلط؟ كنت مرعوب وقلت له: مش عارف، بس جرب. نزل محمود بالمطرقة بكل قوته على الساعة. سمعنا صوت معدن بيتحطم. قلبي كان هيقف، وبصيت بسرعة. لقينا المطرقة شرخت الأرضية، لكن الساعة نفسها مكانها سليمة تقريبا. بس الغريب إن الغطا الذهبي بتاعها اتفتح لوحده. محمود بص لي بذهول وسألني: إزاي؟ قربت أشيل الساعة وأنا إيدي بتترعش. كانت سليمة فعلا، كأنها ما اتخدشتش ولا خدش، والتكتكة بتاعتها شغالة عادي. لما بصيت جوه الغطا المفتوح لقيت حاجة جديدة لأول مرة أخد بالي منها. على الغلاف الداخلي كان في نقش محفور بخط ايد شكله قديم، مكتوب عليها: كل دقيقة تمنها روح.
واضح إن الرسالة دي كانت تحذير أخير من صاحبها الأصلي، واللي ما فهمهاش غير بعد فوات الأوان. محمود بلع ريقه وقال: نكسرها تاني؟ قلت له: ما فيهاش فايدة، شفت اللي حصل، الساعة دي مش راضية تتكسر. رد بسرعة: طب ايه الحل؟ هنفضل كده نتفرج على الموت كل يوم؟ سكتنا اللحظة من الخوف واليأس. بعدين خطرت لي فكرة مظلمة ومرعبة، بس يمكن تكون الحل الوحيد. لازم نتخلص منها بعيد عننا، نرميها في أي حتة أو نخبيها بحيث محدش يلاقيها. محمود فكر وقال: طب البحر، نرميها في النيل. رديت عليه وقلت له: لو رميناها في أعمق حتة في النيل يمكن تغرق وتختفي للأبد. قررنا ننفذ الخطة دي حالا. جهزنا نفسنا وخرجنا بالليل متسللين زي الحرامية، والساعة الملعونة ملفوفة في قماشة سودا في ايدي. قلبي كان هيقف من الخوف واحنا رايحين على كورنيش النيل وماشيين بسرعة وخايفين حد يشوفنا. لازم اخلص منها الليلة قبل ما عقربها يتحرك دقيقة كمان وتروح ضحية جديدة. وقفنا على كوبري قديم فوق النيل في نص الليل تقريبا. المكان كان هادي ومفيش حد حوالينا غير صوت الهواء الخفيف وحركة المية تحتنا. طلعت الساعة من اللفة السودا بإيدي المرتعشة وبصيت لمحمود بنظرة أخيرة وقلت بصوت مبحوح: يلا بينا. محمود هز راسه وانا خدت نفس عميق وفتحت ايدي ورميت الساعة بأبعد قوة عندي. الساعة الذهبية طارت في الهواء ونزلت في قلب الضلمة. سمعنا صوت طرطشة خافت وهي بتغرق جوه المية. وقفت انا ومحمود للحظات بنتفرج على الدوائر الصغيرة على سطح النيل لحد ما اختفت. فضلنا واقفين مش مصدقين اننا عملناها. بصينا لبعض وابتسمنا ابتسامة مرتعشة لأول مرة من أيام. يمكن خلاص الكابوس انتهى. وفجأة قبل ما حتى نلحق نتحرك من مكاننا سمعنا صوت تكتكة جاي من ورا. أنا ومحمود اتجمدنا. الصوت كان مألوف قوي، مستحيل. لفينا راسنا ببطء من على الأرض وبصينا على الكوبري. وسط الضلمة كانت الساعة الذهبية محطوطة وبتلمع بنورها الخافت وبتشتغل عادي كأنها عمرها ما اترمت. محمود صرخ بصوت مفزوع: ازاي؟ قلبنا اتقبض. أنا حسيت برجلي مش شايلاني. الساعة رجعت لنا تاني. محمود اتصرف بسرعة من الخضة، جري ناحيتها وبيقول: لأ، ومسكها من على الأرض. في نفس اللحظة نور قوي جه فجأة وكلاكس عربية قطع صمت الليل. العربية كانت جاية بسرعة على الكوبري في اتجاهنا واحنا ما خدناش بالنا. صرخت: محمود! لكنه ملحقش يتفادى. العربية خبطته خبطة عنيفة رمت جسمه بعيد لقدام. حسيت المشهد كله حواليا بطيء جدا من الصدمة. فضلت واقف مصدوم وببص على صاحبي واقع على الأرض بعيد ما بيتحركش. جريت عليه وانا بصرخ: محمود! ركعت جنبه. كانت عينه مفتوحة بصعوبة ودم دافي نازل من راسه. رفع ايده اللي بتترعش ولقيتها بتلمسني. حاول يتكلم بس صوته ما طلعش. عينه لمحت حاجة في ايدي: الساعة. بصيت ولقيت ان من غير ما احس مسكت الساعة تاني. شكلها كان مخيف في ايدي الملطخة بدم صاحبي. بصيت لمحمود بدموع. لقيته ابتسم ابتسامة خفيفة قوي وقال كلمة متقطعة: خلصت. وبعدين راسه ارتخت فجأة. محمود! هزيته جامد بس مفيش فايدة. صاحبي مات بين ايديا. فضلت اعيط زي الطفل واصرخ بصوت مكتوم والدنيا ضلمت في عينيا خلاص. مش عارف قد ايه عدى من الوقت وانا في الحالة دي. لما وقفت اخيرا كنت لوحدي على الكوبري والساعة ملزقة في قبضة ايدي. جسمي كله مرتعش وقلبي مات جوه صدري خلاص. بصيت على الساعة: اقرب الدقايق دلوقتي اتحرك قدامي ورحل على الدقيقة ال5. الساعة بقت 5 دقايق متقدمة عن الوقت الحالي. يعني محمود كانت الضحية ال5 ولسه اللعنة مكملة. في ضحية سادسة جاية. أنا دلوقتي لوحدي، فقدت كل اللي كانوا حواليا. وبصراحة أنا حاسس إن الضحية السادسة غالبا هتبقى أنا. يمكن الساعة كانت جاية تاخد روح أنا. كل دقيقة زيادة كانت بتشتري لي وقت زيادة أنا أصلا مش عايزه لو بالتمن ده. قعدت على الرصيف جنب صاحبي الميت وحسيت فجأة بهدوء عجيب. يمكن الاستسلام. مسحت دموعي بصعوبة وبطلع الموبايل بتاعي دلوقتي عشان أسجل اعتراف أخير أو أحكي اللي هيسمع قصتي. لو وصلت لحد هنا في كلامي يبقى أنت عرفت كل حاجة. الساعة دي لسه معايا، مش راضية تسيبني. أقربها دلوقتي مقدم 5 دقايق ولسه شغال. ولسه التكتكة شغالة. ولسه التضحية مطلوبة. أنا حاسس بقلبي تقيل في صدري وأنفاسي بتضيق واحدة واحدة. يمكن نهايتي قربت جدا. يمكن وأنا بتكلم دلوقتي الدقيقة ال5 بتخلص. لو لقيت الساعة دي في يوم من الأيام أرجوك اوعى تلمسها. ابعد عنها زي ما يكون وباء. ما تخليش الفضول يضحك عليك زيي. أنا أنا سامع العقارب بتتحرك تاني. الساعة دلوقتي متقدمة 6 دقايق. وبس خلصت القصة. أنا عارف إن النهاية غريبة بس ممكن يكون هو رقم 6 أو حاجة زي كده. ويلا، سلام.